بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب النكتة، ابن الحظ، ابن الليل. أحب كل مشاهدينا العرب طبعا بالدوري السعودي، فكرة أن الدوري السعودي هو الأقوى عربيا هذه تجاوزناها خلصنا. هذه معروفة من زمان. خلينا نكون واضحين يا أخي. بس الناس تزعل محمد. يا عمي اللي يزعل يزعل. أنت عيل قليل الأدب والأدب مش هينفع معاك. أنا أقول لك اللي يزعل يزعل. الدوري السعودي أقوى دوري موجود في دول الخليج وفي العالم العربي. تعال شوف بالأرقام. ثانية واحدة. الكرة من معلول العرضية أمام المرمى. السلام ياسر يا إبراهيم يتقدم لأصحاب الفانيلا الحمراء. يا أهلي يا حبهم يا حتى من قلوبهم الأهلي يا حبيبهم. أقول تاني. أيوه. محمد يقول ايه اللي انت بتقوله ده يا عم وليد؟ نصر وهلال ايه ده الديربي الشرق الاوسط؟ يبقى الاهلي والزمالك ديربي العالم. لا والله يا محمد معلش معلش بعد اذنك يعني معلش يعني شوف العناصر اللي في الهلال والنصر. ثانية واحدة. ارجوكم بطلوا حكايه المدربين العالميين لان الظروف مختلفه. مدير مطار هيثرو ما ينفع يمسك مدير مطار في دولة عربية لأن الظروف مختلفة، المكونات مختلفة، تعبنا. أرجوك لا يعني ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير. لا واثقة من نفسها مش واخد بالك. ايش اللي ديربي ما فيه جمهور واللعيبة شايف الأسماء يا أستاذ. بس أرجوك خليك على جنب. ما ايش اللي الدوري اللي ما حد يشوفه إلا أهل بلده يعني. تكلم عن دوري على مستوى ينقل في 40 قناة في العالم يا أستاذ محمد. حاول تتكيف مع المرحلة الجاية. وانت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا أنا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول. دي دخلة إنك لميت وإنهم لميتون. المراب يا سلام. الأهلي يقلب الكرة الأرضية. الأهلي إيه وجمال إيه وأهداف إيه. أقول تاني. أيوه. السعودية تصنع تجربة دوري يفترض أن يكون أقوى دوري خارج الاتحاد الأوروبي. ثانية واحدة. إن الدوري السعودي الذي أنفقت عليه الدولة أرقام فلكية وهناك استراتيجية من الدولة أن الدوري هذا يكون من التوب 10 في العالم. لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب وتتحول القضية لنجومية محامين ومحكمين ومركز تحكيم ومحكمة ورايح جاي. هذه الفوضى يجب أن يكون هناك خط يوقف هذا الوضع. بتعمل ايه الله. للتاريخ لرمز التاريخ للنادي الاهلي كبير العرب وافريقيا. الله الله الله. دقيقة من تلت شمال دي بتهز. استروا علينا الله يستر عليكم. استروا علينا تكفون. 3 في 40 دقيقة. استروا علينا الله يستر عليكم. كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى. ده كمان واحد. كفاية بقى. ده كمان واحد. قلت لك وانا اعيد اكرر لو المباراة تعاد بين الاهلي المصري والهلال السعودي حيفوز الهلال. هيفوز الهلال طبعا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن فنيا الهلال افضل من الاهلي المصري. وسعوديتنا والسورية السلام. سوريا لبها الله عليك. جبتها منين وشطها منين. والتي انتهت بنتيجة قياسية
فوز الأهلي المصري ب4 أهداف مقابل لا شيء. الكورة فيها فوز وخسارة، لكن لما تلعب مع نص الأهلي يعني الأهلي كان يعني زي اللي دخل مباراة ملاكمة وفي إيده جبس، يعني بيد واحدة شغال. ترى على فكرة حتى لو لعب عشان تكون ترتاح يا محمد، عشان بروح فاصل وارتاح. لا حتى لو تكون ترتاح يا محمد، لو لعب النصر مع اي فريق، مع كامل احترامي للفرق المصرية، لو لعب النصر او الاتحاد الان في وضعهم الحالي، ان كان الاتحاد اكثر شويه افضل من النصر، الوضع الحالي في الاتحاد افضل. لو لعب الاتحاد او الهلال الان مع فرق من الفرق المصريه، الزم لك فنيا ما اتوقع، طبعا هذا كله باراده الله، لكن فنيا افضل منهم. ما حدش واخد من الدنيا حاجه. انت خدت حاجه من الدنيا حسيب؟ لا. طب خد. قلبك ضعيف قوي جاي لك وقلبي رقيق. اليوم تأهل النصر كان من الباب الصعب. النصر اليوم واجه مباراة صعبة مع الزمالك المصري. والله العظيم وسط رياضي الله يعين. الحمد لله اني ماني برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. والله العظيم الحمد لله، لانك تتعامل مع جروبات لا تعنيهم مسألة المصلحة العامة للدوري، فريقنا بس. حكاية أنديتنا السعودية كل واحد مطلع له لقب عشان المشاركة بكأس العالم، كان يعني فرحانين فيها احنا أكثر مما ينبغي، بينما نادي بقيمة الأهلي المصري 7 مرات وأخذ ميدالية لن يتعدى الخبر أكثر من يوم ولن يلتصق باسم النادي. يعني الناس يرون أن اسم ناديهم أكبر من أي تكريم مؤقت. كمان واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى. ده كمان واحد. كفاية بقى. ده كمان واحد. شيء فاخر من الآخر.